من هنا من اوروبا باش يخليو لك الرباح وتبيعهم في المغرب. هما الاجراءات اللي خاصك دير وكيفاش خاصك تدخل لهذا البيزنس هذا باش تكون بشكل قانوني. العديد ديال الاخوان سولوني اخونا بن بوزيد عطينا من التجربه ديالك في هذا الدومين هذا ديال لي موطو، فيه شي رباح، شنو هما الماطر اللي كيتمشاو، باش ندوزو هذا الشيء من الديوانه، كيفاش نعشروهم باش نبيعوهم بطريقه ليغال في البلاد ديالنا، يعني في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. اللي قال لي بغيت نخدم الماطر كيفاش خصني ندخل لهذا السيرفيس هذا. مورا فاش سولني هو سؤال ما عطيتوش جواب، سولته سؤال ايميدياتمون. قلت ليه اودي واش كتعرف شنو هما لي غالي؟ عاوتاني قلت له واش كتعرف شنو هي 2 طون ولا 4 طون؟ عطيتك سكوتر ديال 50، وهذا السكوتر هذا عطيتك فيه واحد ديفو، وداك الديفو ان السكوتر ما كيجبدش، يعني ما كيعطيش لا بريسيون. تعرف لي شنو هو العطب ديالو؟ بني بكل صراحه الصديق ديالي وقال لي ودي راه ما كنفهم والو، ما كنقشبل والو انايا في الميكانيك موطو. الحين قلت ليه ودي راه هذا هو الشرط الوحيد والاول اللي خاص يكون عندك باش تدخل لهذا البيزنس ديال بيع وشراء اجزاء الدراجات الناريه، يعني كيتسموا بياس، ولا البيع والشراء ديال الماطر ديال الدراجات الناريه. علاش خاصني نكون خبير يعني ميكانيك ديال الماطر ولا كنفهم في لي زيرور ولا كنفهم في العطب ديال الماطر باش نولي غير بائع وشاري؟ قال لي انا ما باغيش ندير ريباراسيون، ما باغيتش ندير الاصلاح ديال الماطر، انا بغيت ندير غير البيع والشراء، يعني ما بغيتش ندير انايا بريستاسيون يعني انني نقدم الخدمه ديال الاصلاح، لا. قال لي انا بغيت ندير غير البيع والشراء. نقصت انا وقلت ليه انت كيفاش بغيتي تشري حاجه اللي تخلي لك الربح الا ما كانش فيها عطب، وهذاك العطب راك عارفه غير انت، ما عارفوش هذاك اللي غيبيعوا لي. منين عطيته هذه العلامه هذه عاد باش بدا كيفهم وتواضع مع الامر وقال لي اياه عندك الصح في هذه المساله. قال لي عاوتاني اودي راني بغيت نمشي نشري غير من عند لي بارتيكولي، انا ما بغيتش نشري من عند لي بروفيسيونيل زعما ولا هذا، بغيت نشري من عند لي بارتيكولي، يعني من عند الناس بحالي بحالهم. نشوف انا في ذاك البون كوان ميلانونسيوس ولا بازار ولا هذا، نشوف ونشري حتى انا الماطر، نشريهم بشي ثمن مزيان ونعاود فيهم البيع. دخلت ديك الساعه السوق ديال الماطر هنا بعدا في فرنسا، دخلت للسوق ديال الماطر في فرنسا اللي هو الاغلبيه ديالو كنلقاوهم في البون كوان. البون كوان هو داك الموقع ديالهم ديال البيع والشراء دوكازيون. دخلت لذاك البون كوان قلت له شوف هذا الموتور هذا بشحال كيسوى، قلت له واسير دخل دابا الجوم وغادي تشوف الثمنات ديال هادو تا هما بشحال دايرين. تصدم السيد منين لقى في شي بعض الحالات، يعني لقينا شي ماطر تقريبا الثمن ماشي ما متغيرش بزاف. قال لي كيفاش الناس كيهبطوا هادشي هذا وكيفاش كيلقاو الربح. المهم قلت ليه دابا اول حاجه غنبدا نهضر معاك مادام كنت انتريسي في هذا الموضوع هذا وانتريسي بهذا المشروع هذا. قلت له اول حاجه بعدا خاصك ديرها هي خاصك ديكلاري ان ستاتيو، يعني خاص انت يكون عندك واحد ستاتيو بروفيسيونيل. قلت له ستاتيو اللي غادي يكون عندك خاصك تكون اما ميكرو انتربريز على حسب الشيفر دافير اللي بغيتي تسيبلي نتايا، يعني على حسب الشيفر دافير اللي بغيتي تسيبلي. قلت له سينو كتحل سوسيتي، يعني اما سوسيتي اما ميكرو اونتربريز اللي كتسمى شركه حتى هي صغيره، يعني مقاوله صغيره على حسب الشيفر دافير اللي غيدير، يعني كل شيء متعلق بالشيفر دافير اللي غيدير، هذاك هو اللي غادي يحكم اين ستاتيو خاصو يدخل به ديجا من الديبار. قلت له لحقاش هو اللي كيمكن لك انك تشري كبروفيسيونيل وكتعطي اصلا انت اصلا لاتيستاسيون ديال السيسيون ديال الفييكول للناس، وكيمكن لك اصلا تشري من عند الناس لي بان، يعني انت ملي غادي تشوف شي واحد داير شي انونس ديال شي موتور دون ليطا مكتوب عليه دون ليطا يعني فيه عطب، انت كتمشي كتشوف داك العطب وكتعرف شحال يطيح عليك بشحال يتقيم، واش عطب كبير ولا صغير، وهذا راه هو اللي كيخلي لك لا مارج ديال الربح. راه هنا فين كنلقاو الربح اخويا، لحقاش ملي كيكون البارتيكولي مسكين دايخ ما كيعرفش شنو خاصو يدير، ومني كيمشي هو عند البروفيسيونيل كيقول ليه ودي راه غنصاوب لك غير هاد التويشيه هادي، غادي نصاوب لك بهاد العدد ديال المال، كيصاي كيسمح في الموتور وكيلوحو في الكراج. دونك هو هذاك الموتور مادامو كيبقى يخلص عليه لاسورانس، لحقاش مادام ما عطيتيش انت ديك لا ديال شنو ديكلاراسيون دو سيسيون دو فييكول ولا ما دارش انك دو فونت، راه كتعرف بلا شنو كيقولوا، راه كتعرف بلا راه غادي يبقى يخلص في لاسورانس اوتوماتيكمون. لاسورانس ما تحبس لك حتى تعطيهم انت بلا راك بعتي الطوموبيل ولا بعتي الموتور مادامو كيبقى واقف عندهم. دونك كيف قلت لك المخسور كيتزاد، كيفكر البارتيكولي كيقول اجي نديباراسي منه، اجي نبيع نعمس لي ونهني راسي. اللي كيشريه اول واحد كيغتنم هذه الفرصه هو انت، هو البروفيسيونيل ديال لا موطو. القضيه هذه راه كنا كنسميوها حنا في السوق العروي فاش كنا كنمشيو نبيعو تما، كنا كنسميوها على الله، يعني كتبيع على الله. هذاك البارتيكولي كيبيع لك على الله، فهمتي، كيكتب لك هكا قداش في الورقه بلا راه بايع لك اون نيطا. باش ندير خلاصه، اول حاجه غادي تبازي عليها هي هاد الطريقه هادي باش كتبروسبيكتي، باش كتجيب الهمزات، باش كتشري الرخا وتشري الهموز. عاده باش ديك الساعه كتزيد تشري الاكسيدونتي، منين كتشري الاكسيدونتي كتاخذ منه البياس باش كتريباري هذوك الماطر اللي كيكون عندهم عطب، باش كترجعهم مزيانين
ومني كيهبطوا لهيه كيكونوا نعم سيدي على حقه وطريقه كيتباع بالثمن. وفي نفس الوقت هذوك الوريقات نعم سيدي باش شريتي راه هما اللي باش غادي تعشر لهيه، يعني هما اللي باش غادي دوز بهم الديوانه. اجي نعطيك الطريقه الاخرى دابا. خاصك تشري الماطر اكسيدونتي. الماطر اكسيدونتي كيتشراو من عند لي زاسيورونس، من عند لي كومبان داسيورونس. دونك انت اول حاجه خاصها تكون عندك باش تتعامل معاك اون اسيورونس نعم سيدي بحال اكسا تبيع لك الماطر اللي ريكوبيراتهم هي، يعني اللي استرجعتهم هي من عند الكليان ديالها اللي داروا حوادث، وهي عوضت لهم المال كامل واسترجعات هذوك الماطر. هي باش كتبغي تحيدهم من السميه ديال الشركه ديالها خاصها ضروري تبيعهم للبروفيسيونيل، ضروري تبيعهم للبروفيسيونيل. ماشي غير الدراجات الناريه، راه حتى السيارات ملي كطرا لهم حوادث وكيكون ليكسبير استيمي ان لي طرافو ان الاصلاحات في هذيك السياره ولا في هذيك الدراجه الناريه تتعدى الثمن ديال الدراجه الناريه اصلا جديده، كيقول لك اودي سير شري جديد، كيعطيو الفلوس للمواليهم كيقول لي سير شريو جديد. وهذيك لا كومبان داسيورونس كتبيع هذوك الشيء، كتبيع هذاك الاكسيدونتي اونيكمون، يعني اونيكمون البروفيسيونيل ديال لوطوموبيل ولا البروفيسيونيل نعم سيدي. هاد الجوج ديال الحلول اللي كتشري بهم نعم سيدي الدراجات الناريه اللي كيكون فيهم عطب ولا اللي كيكون هما فيهم حوادث. اجي نوريك واحد الطريقه الثالثه انك كتشارك في المزادات العلنيه. دابا الا كنتي في فرنسا راه كاينين العديد ديال المزادات العلنيه. تخيل معايا راه كاينين حتى هذوك لي كاس ديال لي موطو راه كي اورغانيزيو دابا ولاو كي اورغانيزيو دي فونت زونشير، يعني مزادات علنيه فين كيبيعوا دوك الماطر ديالهم اللي عندهم منهم الكاتب. اللي خاصك تعرفوا راه ما عندكش الحق دير ريباراسيون، لحقاش الريباراسيون خاصك تثبت الريباراسيون باش تخدم ويعطيك الحق الدوله دير ريباراسيون. خاصك تكون تثبت ديبلوم ديال 3 سنين مينيموم ديال لا ميكانيك موطو. ما الا كنتي بغيتي دير غير البيع والشراء راك كتحتاج نعم سيدي غير ستاتيو ديال لونتربريز ولا ستاتيو سوسيتي. تنا خوتي هاد الدومين راه فيه الفلوس تبارك الله بالنسبه للناس اللي كيف قلت لك دخلوا ليه من باب ديال الحرفه. الاقل في الاول ما كنتيش كتعرف اصلا انت تبدل البولات ديال لي مبراغي اللي كيتسموا لي غالي ولا الريغلاج كاربو تبدل الكروان نعم سيدي، دير لي فيدونج وتبدل البوخيه اللي كتسمى البوجين، تبدل الزيت ديال الترانسميسيون. راه كيتسمى غير الاصلاحات الاوليه اللي عندها علاقه غير بلونتروتيان. يعني انت ملي غادي تشري موتور من عند واحد غدير ليه هاد الريفيزيون باش ما طيحش عليك غالي عند واحد بروفيسيونيل اخر، غدير ليه انت هاد الريفيزيون هادي باش انت ملي كتبيعو انت متيقن منه. بغيت نقول لك ان هاد الاصلاحات الاوليه الا ما كتعرفهمش انت من الديبار سير تعلم هاد الشيء بعدا الاول. وقبل ما تسولني اين الماطر اللي كيتمشى وشنو نهبط للمغرب، اللي خاصك تعرفوه بعدا ان المغرب راه ما كيستقبلش الماطر في العشور اللي هما عندهم قل من 5 سنين. قل من 5 سنين راه يمكن لك تدخل غير البياس، والبياس الا كان جديد راه كيتعشر على الجديد، والا كان دوكازيو راه كيتعشر الكيلو. كيطبق عليه نفس القانون ديال لافيراي اللي شرحت لكم نعم سيدي على السيارات، على اجزاء السيارات المستعمله. يعني بخلاصه ما يمكنلكش تهبط الماطر اللي عندهم قل من، يعني بخلاصه حنا راحنا في 2023 خاصك ابتداء من 2018. فضلت نعاودها بزاف د المرات باش نسهل الفهم. ما تنساش ان راه عندنا لي كونسيسيونير في المغرب، كيقول كونسيسيونير راه كيكومونديو ديريكتومون من عند لوزينات اللي هما في اسيا، كيكونوا معفيين من لي طاكس ديال اوروبا. راك فهمتيني فين بغيت نرجع؟ غادي تمشي لهيه غادي خوتك وخوتك غادي يبقاو هما يطلبوا لك شنو هما الماطر اللي باغيين، غادي تشوف بعينك انت. بعدا اول حاجه خاصك تبدا داك البياخي ديالك الاول تبدا بواحد السلعه اللي هي طيح عليك رخيصه في الاول، كيف كنقولوا حنايا طيح عليك رخيصه وما تجبدش لك مشاكل وغتلقى كيفاش تعشرها في الديوانه باش ما تحيدش لك المذاق ديال الخدمه. لحقاش الا دازت عليك لا غالير في الاول في الديوانه راه غتكره هذا السيرفيس هذا، وفي الاخر تقول سير الله يجيب تيسير ما بقى عندي ما ندير بهذه الخدمه هذه. تقديتي سلعه زوينه في الاول، تقديتي كيف قلت لك ماطر سخاص وديتيهم وعشرتي وبعتي بثمن مزيان نعمس، يعني دخلتيهم للترونزيت ليه وبعتيهم بثمن مزيان وجاب لك الله داك النصيب ديال الرباح، وما غاليريتيش في الديوان. يعني ما تكومبليكاتش لك الحياه في الديوان، عارف راسك راك صافي راه خصك دوز للستاد الاخر وستاد الاخر وستاد الاخر
وكيف كيقول لك خوك بن بوزيد وغيسير والله يجيب التيسير.